هو احنا والقطط شبه بعض؟ كوبايه الكابتشينو وركز مع بيطرينو. الحيوان والانسان بيتشابهوا في ان هم عندهم حاجه اسمها الميوكس ممبرين. ده بيبقى غشاء مخاطي وبيبقى لونه وردي. لكن في حالات متشابهه جدا ما بين الحيوان والانسان بيحصل عندنا حاجه متشابهه ما بينهم وان لونهم بيتغير. عندنا مثلا التسمم الاتنين بيبقى لونهم ازرق، ولكن لو عندهم صفرة الاتنين بيبقى لونهم اصفر. طب لو عندنا في حد عنده انيميا الاتنين بيبقى لونهم باهت جدا جدا جدا، بيبقى لونه احمر باهت. اكتشفوا برضو ان بين القطة والانسان في تشابه كبير جدا في الجينات، وصلت لدرجة دقة 90%. عشان كده لما يجوا يجربوا اي دواء او اي حاجة على الانسان ما بيلجأوش للكلب او الفار، مع ان ده مصدر تجارب، بس بيلجأوا للقطة نتيجة للتشابه الجيني الرهيب. واوعى تكون مفكر ان القطه كائن بليد ما عندوش مشاعر، على العكس تماما. هو بيحس زيك زيه بالظبط، وبيجيله اكتئاب زيه زيك بالظبط. بكل بساطه الحيوان ده بيقل عنده افراز هرمون السيروتونين، وده بيبقى عباره عن هرمون السعاده. وبيقل بسبب مثلا ان القطه راحت مكان جديد هي ما تعرفوش، يعني هي متوتره وخايفه، او بيت جديد وهي مش مألوفه عليه. وبيظهر عليها اعراض اكتئاب زيك زيها بالظبط، زي ان هي بتنقطع عن الاكل، زي ان هي ما بتحبش تتفاعل مع اي حاجه، زي ان هي بيبقى عندها شكل عدواني شويه. وبكده نكون جاوبنا على سؤال